السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالعاصمة العلمية فاس. تتميز فاس بمناخ شبه قاري، حيث تسودها صيفيات حارة وجافة وشتاءات باردة مع احتمال هطول بعض الأمطار. هذا التنوع المناخي يتطلب عناية خاصة بالبشرة والشعر واختيار الأقمشة المناسبة لكل موسم. إليك نصائح ووصفات ستساعدك على الحفاظ على تألقك في جميع الفصول. لكن قبل البدء لا تنسوا مشاركة الفيديو لتعم الفائدة. العناية بالبشرة. للبشرة الجافة الصفات: تعاني من الجفاف خاصة في الصيف الحار والشتاء البارد. وصفات طبيعية: ماسك العسل وزيت جوز الهند لترطيب البشرة بعمق. زيت الأرغان لتجديد البشرة ومنحها نعومة فائقة. منتجات موصى بها: كريم مرطب غني بزبدة الشيا أو زيت الجوجوبا. سيروم بحمض الهيالورونيك لتعزيز الترطيب. كريم ليلي مغذٍ يحتوي على فيتامين لحماية البشرة. للبشرة الدهنية الصفات: زيادة إفراز الدهون في الصيف. وصفات طبيعية: ماسك الطين المغربي لامتصاص الزيوت الزائدة وتنقية المسام. ماء الورد كتونيك طبيعي لتنظيم إفراز الدهون. منتجات موصى بها: غسول بحمض الساليسيليك للتحكم في الزيوت. مرطب خفيف يحتوي على الألوفيرا. واق شمسي خفيف وغير لامع. للبشرة الحساسة الصفات: عرضة للتهيج خلال تغير الفصول. وصفات طبيعية: جل الألوفيرا لتهدئة البشرة وحمايتها. منتجات موصى بها: غسول لطيف خال من العطور. كريم يحتوي على البابونج أو الشوفان. واق شمسي مخصص للبشرة الحساسة. العناية بالشعر. للشعر الجاف الصفات: يتأثر بالحرارة والجفاف. وصفات طبيعية: حمام زيت الأرغان وجوز الهند لترطيب الشعر. ماسك الأفوكادو والعسل لتغذية الشعر. منتجات موصى بها: شامبو وبلسم مرطب بزبدة الشيا. سيروم لحماية الشعر من الجفاف. للشعر الدهني الصفات: زيادة إفراز الزيوت في الصيف. وصفات طبيعية: شطف الشعر بماء الليمون لتنظيف فروة الرأس. منتجات موصى بها: شامبو بالنعناع أو الشاي الأخضر. شامبو جاف بين الغسلات. الأقمشة المناسبة لكل فصل في فاس. ألف: لفصل الصيف: القطن خفيف ويسمح للبشرة بالتنفس. الكتان يساعد على البرودة ومناسب للأجواء الحارة. الأقمشة الفضية تعكس أشعة الشمس وتقلل من الحرارة. باء: لفصل الشتاء: الصوف يوفر دفئاً كبيراً ويحتفظ بالحرارة. الفليس خفيف ودافئ للطقس البارد. الأقمشة السميكة كالجنز تساعد على العزل الحراري. جيم: لفصلي الربيع والخريف: القطن الممتزج مع ألياف خفيفة يناسب تغيرات الطقس. الأقمشة الطبيعية كالصوف الخفيف تحافظ على الدفء في الصباح والمساء. الأقمشة القابلة للتهوية تساعد على التكيف مع تقلبات الحرارة، مما يجعل اختيار الأقمشة المناسبة أمراً ضرورياً للحفاظ على الراحة والصحة خلال كل موسم. قبل الختام، أخبروني في تعليق من أي مدينة أنتم. وأخيراً، نصائح عامة: شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب البشرة والشعر. استخدام واق من الشمس حتى في الأيام الغائمة. تناول غذاء متوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية. تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية. العناية النفسية وتخفيف التوتر، إذ يؤثر الحال النفسي على صحة البشرة والشعر. إلى اللقاء.